السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وسلامة وراحة بال يا رب العالمين. النهاردة يوم العيد بقى، وعملت لكم احلى فيديو تنظيفات الكرشة واللحمة والأضحية. ان شاء الله كده الفيديو بتاعنا هيعجبكم وتستفادوا منه. دي كده جوزي وابني عمالين بيقطعوا اللحمة كده ويشاركوا. بحب ولادي يشاركوا في عمل الخير دايما، علشان يبقوا دايما متعودين عليه كده، ودايما يفضلوا يقدموا الخير للناس يا رب العالمين. بعد بقى ما خلصوا كده توزيعات اللحمة، وخدنا بقى جزء من الكرشة وجزء من الكبدة وجزء من الرجول وجزء من اللحمة، خدنا منابنا وابتديت بقى ان انا اشتغل فيه. عايزه اقول لكم من بعد اذان الظهر لحد اذان العشاء وانا واقفه بشتغل فيه، عشان انا طبعا لوحدي ماليش سلايف ولا لي حد يساعدني، فكنت طبعا اتعجنت في الموضوع ده كله لوحدي. عايزاكم كده قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا كده وندخل في الفيديو تحطوا لي لايك كبير على الفيديو عشان يرفع الفيديو يوصل لناس كتير وعائلتنا تكبر بيكم ان شاء الله. ولو بتشوفوني لاول مره اشتركوا معايا من زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. دلوقتي بقى قعدت كده على اول حاجه، علشان طبعا الحاجات دي ما تنفعش تقعد في الحر كتير. مسكت الكبد والكلاوي قطعتهم، خدت القلوب، جزء القلب والكلاوي قطعتهم كده مع بعض، وده كان جزء من الدهن حوالين الكبد. قطعته برضو كده في كيسة، هحط بقى منه كده على كل جزء من الكبد ديت شوية دهنة كده، بدل ما استخدم زيوت وحاجات مضرة. طبعا الدهن ده بيكون صحي جدا، وبنعرف ان بيبقى بيدي الاكل طعم حلو قوي قوي. انا بستخدمه على كل الاكل، وكمان لو بتقلبيه للطبيخ بيديكي طعم اللحمة وبيبقى طعمه حلو قوي، بيخلي الطبيخ بتاعك طعمه حلو. فانا قطعته كده الاول قطع صغيره خالص كده، هو كده كده بيسيح، بس انا بحب اقطعه قطع برضو صغيره. وبعتذر على بقى التصوير ده، لان ريان ابني اللي كان بيصورني وعنده 5 سنين هو اللي عمال يصور، فبعتذر على ايه التصوير كان بيجيب من فوق شويه ومن تحت شويه، والتصوير الى حد ما كانش مظبوط قوي. المهم قطعت الكبد والكلاوي والقلب على كيستين على قدنا يعني، وحطيت بقى شويه دهن كده على كل كيسه من الكيس اللي انا عملته الاول ده. عايزه اقول لكم ان ما غسلتش الكبده ديت ولا القلب بدقيق وخل وملح، ما غسلتش الكلام ده، انا بس شطفتهم بميه. وقت بقى الطبيخ هسلقهم واحط اسلقهم بقى بشويه توابل كده، وهيطلعوا كل الزفره اللي فيهم. وبعد كده اعملهم بقى اشوحهم على النار، يعني انا مش هحطهم على طول على البصل والخضار. بس كده عملوا معايا 4 اكياس اهم، في منهم كيستين لحمه قطعتهم كده، لحمه برضو كده من حوالين اللحمه كانت طريه كده جايه مع الكبده، يعني مش عارفه هما جايبينها منين. جزء من اللحمه كده، وده جزء وده جزء من المنديل اللي بيكون حوالين الكرشه. عندنا بقى ده الجزء اللي من الكرشه بتاعي، الفشه والزور حطيتهم لوحدهم كده في حله واقطعهم، قطعتهم كده بالشكل ده قطع، لان هي لسه اصلا بتخس بعد ما بتتشوح. فهنقعهم كده كمان بشويه خل وشويه ملح واسيبهم وليمونه، واسيبهم بقى لحد ما ما اخلص. هنا بقى بعد ما عملت شويه دول، جوزي بقى كان راح مشوار وجه وقال لي تعالي يلا نقطع اللحمه ونوزع. فانا كنت هنا بصورهم الاول كده، ريان كان ماسك عليه بيقطع الاجزاء الكبيره عشان يقسم اللحم، هياخد منها تلت لنا وتلت للاقارب وتلت للفقراء. تمام. فقعدت بقى اصورهم كده، وبعد كده قعدنا بقى نوزع اللحمه. جاب الميزانه وبيوزن بقى كل كيسه بتكون عباره عن كيلو. ما شاء الله، يعني ما حطش فيها عظم، العظم شلنا لوحده، كنا بنحط حته من العظم على كل كيسه كده فوق الكيلو. تمام. ما شاء الله كلها لحمة حلوة، يعني إذا أنفقتم فانفقوا مما تحبون، يعني الحاجة اللي انتوا حابينها لنفسكم انفقوا منها، مش بس تروحوا تطلعوا من الحاجة اللي انتوا مش حابينها ومش عايزينها تروحوا تطلعوها للناس الغلابة، ده ما ينفعش خالص. أحلى حاجة انت بتحبيها تطلعي منها الغلابة عشان يكون فيها بركة كده، وتاخدي الثواب عليها. هنا كده كنا جايبين شنط برضو مجهزين قبلها بيوم، جايبين نص كيلو كده اكياس، وكنت قاعدين كده في المكان ده وعمالين بنوزع الأضحية. دي كانت كيسة شايفين والله ما شاء الله كلها لحمة حمراء فيهاش لا دهون ولا اي حاجة. ودي بقى الاكياس كلها بعد ما غلفناها ووزناها كده بالتساوي، كل كيسة عبارة عن كيلو. ربنا يجعلنا دايما في الزيادة يا رب، ونعمل كل سنة أكتر من كده أضعاف مضاعفة يا رب، ويجعله في ميزان حسناتنا اللهم آمين يا رب العالمين. هي الكيسة اللي ورا البيضة دي فيها رجل، لأن احنا خدنا رجل الأضحية بيبقى في 4 رجول وبتبقى 4 منابت، احنا كنا واخدين ربع أضحية، فالربع ليه
رجل واحدة. وجزء من الكرشة انا قطعت معاكم في البداية اللي هو الجزء الفشة والزور دول عشان هما مش بيتنضفوا يعني مفهومش حاجة، وانا قعدتهم دلوقتي هوريهم لكم دلوقتي. هنا بقى بعد ما خلصنا بقى الأضحية جوزي خدها وراح يوزعها. جيت هنا بقى طلعت على المطبخ، كان وقتها العصر بيأذن. عايزاكم بقى تصلوا على النبي كده وانتوا بتتفرجوا عليا واذكروا الله وحطوا اللايك بتاعكم واشتركوا لو انت اول مره بتشوفوني. شايفين بقى الفشه بعد ما نقعتها حوالي ساعه لونها اتغير ونزلت كل الدم اللي فيها وكل الزفره اللي فيها. عايزه اقول لكم ان هي بقت ريحتها ليمون خالص. هشطفها كده واحطها على جنب وهغسلها تاني برضو مع بقيه الكرشه. هشطفها بس كده اديلها شطفه من اغير الميه لان الجو حر طبعا والميه بتسخن عليها، فانا مش عايزه كده عشان ريحتها ما تتغيرش خالص. فهحطها احط لها بقى ميه تانية بس بعد ما انضف الكرشه ديت، وهغسلها برضو غسله تاني بخل وملح وليمون علشان اتاكد ان الزفره منها كلها راحت. هنا دي بقى المصارين. عايزه اقول لكم قعدت ساعه سليمه اعمل في المصارين دي، مش بس علشان هي مش عارفه اعملها، لا ده سهله جدا في العمايل. كنت بقلب كده جزء وبحطه تحت الميه واقلب بقيه المصارين بالشكل ده كده. الطريقة دي سهلة جدا في قلب الممبار، ان احنا بنتني حتة من الطرف وبعد كده بنحطها تحت ضغط المية هتلاقيها بتقلب معاكي بكل سهولة. طبعا الممبار حلو ويستاهل ان احنا نعمل كل ده. بشوفه بينطف معايا بكل سهولة بكزلك صغير كده، وبنفضل نحك الجزء اللي جوه كده بالكزلك هتلاقيه نطف معاكي بكل سهولة. قرري بقى الطريقة دي كده على كل كمية الممبار دي هتخلص معاكي في ثواني. انا عاوزة اقولكم ان انا قعدت في الكمية دي ساعة ساعة كده والجو حر. بصوا المطبخ نار ومش عايزة اقول لكم يوم العيد ده بيبقى اصعب يوم والله العظيم، كان صعب جدا. والتنظيفات ديت عايزة اقول لكم خدت مني وقت كتير قوي. حطوا له لايك بقى على الفيديو كده وكملوا معايا الفيديو الاخر بجد هيعجبكم جدا. كل سنة عن السنة اللي كناش ضحينا فيها كنت زعلانة والله العظيم من ان انا مش بعمل الحاجات دي. هي فرحة العيد بتبقى كده في الحاجات دي، مع اني كنت قاعدة لوحدي وما حسيتش بالعيد في اليوم ده، بس كنت فرحانة قوي وانا بعمل كده. بعد ما خلصت بقى بقوم رايحة قلبها للناحية التانية اللي هي فيها الجزء الدهن ده. طبعا في أجزاء تنفع ممبار وفي أجزاء مش هتنفع للممبار، لأن في أجزاء صغيرة وضيقة وفي أجزاء كانت واسعة جدا. فالجزء الواسع ده نضفته، كنت بفتحه كده بالسكينة من جنب ما كنتش بقلبه، وكنت بفضل أحكه برضو كده لحد ما ينضف معايا. شايفين أنا الجزء اللي بيكون فيه دهن زيادة كده ماسك فيه بنضف الدهن الأول عشان لما أجي أقلب الممبار يتقلب معايا بكل سهولة. او بتني الجزء كده بصباعي وبعد كده بحط الجزء اللي تنيته كده بفتح فيه المية هتلاقيه بيطلع معاكي وبيتقلب معاكي بكل سهولة. الطريقة دي اعتمديها بجد هتساعدك كتير في تنظيف الممبار. لو انتي مش بتحبي الممبار ومش بتحبيه علشان بس تنظيفه كده، لا هتحبي بقى بعد الفيديو ده كده وتلاقي طريقة سهلة هتعجبك جدا. عايزاكم بقى تقولولي كده قضيتوا يوم العيد ازاي وعملتوا ايه ونضفتوا الكرشه بتاعتكم ولا خزنتوها وكده في الفريزر بعد ما غسلتوها وبس. لان في ناس يعني بتقول لا النهارده عيد ومش هنضف ومش هعمل وهأجل الشغل ده، وبتقوم راح حاطه الكرشه كده بقرفها كده في الفريزر في كيس، وبعد كده اما بيفضوا بيروحوا يطلعوه بعد ما بيقضوا العيد بتاعهم وبينبسطوا ويتفسحوا كده بيرجعوا بقى يطلعوا الاكياس وبينضفوا الكرشه. بس انا مش بحب كده. في حكمة بتقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فإحنا بقى نعمل كل شغلنا في وقته علشان ما نرجعش نتكركب كده. إحنا كل يوم بشغل، لأن كل يوم بيجيله شغل جديد وبتبقى كركبة كتير علينا. المهم يعني فضيت بقى المصارين كده أو الممبار زي بعد ما نضفته كويس وغسلته مع الفشة والزور. حط بقى شوية ملح وشوية خل وعصير ليمونة واسيبهم منقوعين بقى لحد ما انضف الجزء اللي فاضل ده من الكرش. كنت حاطه جنبي كده حله على البوتاجاز فيها شويه ميه يسخنوا مش يغلوا، مش عايزين الميه بتاعه الكرشه دي تغلي، عشان لو الميه دي غلت منك هتلاقيها بتجمد معاكي ومش هتعرفي تعمليها ومهما تعملي. لان حتى لو الذبيحه ديت كانت كبيره في العمر كانت قصدي صغيره برضو مش هتعرفي تعمليها، لان انا اول ما استخدمت كده جزء كانت لسه المية منملة كده يعني ما كانتش وصلت للغليان، فاول جزء حطيته منها وجيت احك كده نضف معايا بكل سهولة. فسهيت عنها شوية ونسيت احط لها شوية مية باردين قبل ما انزل الكرشة فيها. لقيتها جمدت معايا، كانت حتة صغيرة الحمد لله ما كانتش جزء كبير منها يعني.
فلما جيت ان انا اعمل ده لقيت الجزء ده ماسك فيه القشرة دي جامد ومش راضية تطلع خالص، والله العظيم رميتها، معرفتش ان انا انضفها خالص. فليه نعمل كده؟ شايفين بعد ما حطيت هنا الليمون والملح والخل بدعكها كده عشان لو فيها اي لسه بواقي او اي اثر من اي حاجه تنضف وتنزل كل اللي فيها. هسيبها بقى منقوعه كده في جنب. شايفين كمامي راحت ميه خلاص. بعد ما اخلص بقى الجو ده كله كده اخد لي شاور والبس بقى لبس العيد لبس العيد بالليل قبل ما انام. يلا ربنا يجعل حياتنا كلها اعياد، وكل سنه وانتم طيبين يا رب، وبخير وبصحه وسلامه وهنا وسعاده وكل حاجه حلوه. هنا بقى الجزء ده شايفين اول ما حطيته كانت المية دافية، مجرد بس ما بعمل مرة كده شوف نضفت معايا في ثواني، والله في ثواني. كنت خايفة قوي منها، فالحمد لله يعني الحمد لله ربنا ما حبش يتعبني، فنضفت معايا بسهولة. مفيش غير الجزء اللي انا قلت لكم عليه اللي كانت حتة صغيرة دي وحطيتها والمية بتغلي فجمدت معايا. دي نصيحة يعني لو بتحبوا تنضفوا الكرشة او مش بتعرفوا تنضفوها وبتبوظ منكم، لا اعملوه زي ما انا قلت لكم كده، ما تخلوش الميه تبقى سخنه جامد ولا تبقى بارده، لانها لو بارده مش هتطلع معاكي بسهوله، ولو سخنه هتمسك اكتر ومش هتنضف. تمام. هنا برضو قطعتها قطع صغيره كده علشان برضو ما تبقاش بارده معايا وتجمد مني، فبقطعها حتت صغيره كده واعمل كل جزء لوحده. هي ما شاء الله كانت الذبيحة دي كانت صغيرة في العمر، فكانت بتنضف معايا بكل سهولة. والله ما حطيت اي حاجة في المية، لا حطيت ريفو ولا كربوناتو ولا اي حاجة من اللي انتوا بتقولوا عليها دي. فحطيت مية بس، شوية مية. والله كان عندي كربوناتو والله ما رضيت احط، حطيت مية فقط، ما حطيتش اي حاجة تانية. هي بتكون من الناحية التانية دي شايلة قرف، بتكون ماسك من القشر ده بيكون ماسك في الدهن، فبشيل طبقة الدهن دي كلها اللي على الطبقة الناعمة اللي بتكون موجودة في أرضية في قلب الجزء من الكرش. كده نضفت معايا وبقت ابيض يا ورد. بقت فل شمعة منور. ودي الرجل بقى بعد ما نضفتها كنت بعملها على البوتاجاز كده، بحطها على البوتاجاز اشعوطها واحكها بالسكينه لحد ما نضفت معايا، بس لسه بقى هغسلها. لما جوزي بقى يرجع كده من توزيع اللحمه خليه يمسكها كده بالشطور ويكسرها، وبعد كده اغسلها وكيسها احطها في الفريزر. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون عجبكم. متنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، واقول لكم مع السلامه وباي باي.